خضعت السياسات التعليمية في العقد الأخير لأهواء عديدة أدت لتراجع العملية التعليمية للحد الذي أصبح الصمت معه يمثل انتهاكا لحقوق أجيال مصرية بالكامل. وزيارة وزير التربية والتعليم اليوم للإسماعيلية جاءت لتضع أولى نقاط الحل للنهوض بالمنظومة التعليمية وبناء مستقبل مصر. هي دي جولات ميدانية في كل محافظات مصر، أعتقد دي المحافظة رقم 21 من خلال ال7-8 شهور دول. بنرى على الأرض طلبات المحافظة واحتياجاتها وإمكانياتها عشان نعظم ما هو زي ما احنا شايفين النهارده مدرسة يعني تبع الحكومة، لكن أنا أتصور أنه تفوق كثير من مدارس خاصة ومدارس دولية كمان. كثافة 36 تلميذ في الفصل وأقل من ذلك. أعتقد ده شيء على الأرض بنشوفه كويس. أنا معاك أن في مدارس أخرى محتاجة، وده اللي احنا بنحاول نصنفه دلوقتي عشان نقدر ندخل على تقليل الكثافات، إضافة تختة نظيفة للتلميذ المصري حتى تقدم خدمة تعليمية نظيفة للتلميذ المصري إن شاء الله. أتصور إنه لسه بنتكلم مع سيادة المحافظ والدكتور عبد العاطي الصياد دلوقتي مجلس الأمناء إنه دي تبقى السنة الجاية إن شاء الله نطبق فيها التابلت اللي موجود في بعض مدارس الجمهورية. أعتقد دي هتبقى يعني إذا كنا داخل الوزارة هنتابعها وخارج الوزارة أيضا إن شاء الله هنتابعها. النهارده زي ما بقول كده احنا بنسعد بجولة معالي الوزير، خصصناها أول التزام رئيس سيادته بعد الاحتفال بعيد المعلم. زيارة الوزير أكدت على دور مديريات التربية والتعليم وإدارة الخدمات بها في تحمل مسؤولياتها مع الوزارة لوضع التعليم في مصر في مصاف الدول المتقدمة وإدخال التكنولوجيا الحديثة مجالات التعليم المختلفة. رحنا النهاردة فايد، سيادته افتتح معرض نشاط الأنشطة الطلابية بتاع إدارة فايد، كان مبسوط جدا، ناقش الطلبة هو وسيادة المحافظ. بعد كده شاف مدرسة تجريبية كان أعجب بها جدا وبمستواها، وبعدين فوجئ بمستوى مدرسة فايد الصناعية، حتى أن سيادته أمر بجائزة أو مكافأة خاصة لهذه المدرسة ولكل اللي قاموا بعمل فيها. هذه المدرسة تستحق أن تلفزيون القناة يكون موجود في المدرسة دي عشان يشوف على الطبيعة الجهد اللي بذلوا المدرسين والمعلمين والطلاب بإيديهم عشان يعملوا مدرسة جديدة خالص، حاجة في يعني مدرسة سيادة الوزير قال تفوق أي مدرسة خاصة شفتها في جمهورية مصر العربية. الأنشطة التربوية هي اللي بتنمي المواهب عند الطلاب وتكسبهم مهارات يعني مش موجودة قبل كده. كنا الإنسان عنده خجل يتكلم، لكن مع الأنشطة ومع الدور التربوي اللي احنا بنقوم بيه دلوقتي بنحاول بقدر الإمكان نصقل المهارات اللي انتم شفتوها النهاردة في إدارة فايد التعليمية. الزيارة لم تخلو من التعرف على المشاكل الملحة المتعلقة بالمعلمين وطبيعة العملية التعليمية أيضا. تم انتدابنا للمجمع التعليمي من بداية العام الدراسي الحالي حتى الآن، وإحنا طالبين إن احنا يتعمل لنا امر تنفيذي بان احنا نكون على قوه المجمع، لان احنا ما احناش عارفين دلوقتي هل احنا على قوه المجمع التعليمي او على قوه مديريه التربيه والتعليم. طب لو كنا على قوه مديريه التربيه والتعليم ليه خصموا مننا الحوافز بتاعتنا اللي في ناس اتخصمت 75% وفي ناس اتخصم منها 50%؟ طبعا احنا جايين هنا عشان نحسن دخلنا او عشان الحاله بتاعتنا تبقى تتحسن، لكن عشان احنا يتخصم مننا ونيجي هنا ما نلاقيش اي تحسن. وبالمناسبه يعني المواصلات بتاعتنا والتعب بتاعنا، وبنيجي الساعه 7 الصبح ونمشي حوالي الساعه 3، فالكلام ده طبعا احنا تعبانين نفسيا وحصل لنا نوع من الاحباط. في عقبات داخل المدرسه اللي هي عدم توفر الخامات التي تساعد الطالب على ممارسه الانشطه، وخصوصا ان الوزاره منزله قرار 313 ده بيجعل الطالب او بيهتم بالانشطه التربويه في المدارس لتنميه الحث الفني عند الطالب والنشاط الرياضي والصحافه وخدمه المجتمع داخل وخارج المدرسه. بارك الله في كل خطوة من الخطوات الجادة التي تعيد للمنظومة التعليمية قيمتها وهيبتها، فصلاح العملية التعليمية يأتي من المعلم لدوره الفعال في تقدم الأمم ورقيها. فالاهتمام الآن بالتكنولوجيا التعليمية لرفع المستوى العلمي للطلاب والقدرة المهنية للمعلمين لتخريج أجيال قابلة على تحمل مسؤوليات المستقبل. من الإسماعيلية رحاب الطاهر لأخبار القناة.